هاي جايز، ازيكم عاملين ايه؟ ويلكم باك تو ماي تشانل. النهارده هقول لكم على حاجات هتحل مشكله دايما ان انتي حاسه ان ما عندكيش حاجه تلبسيها حتى لو الدولاب بتاعك كان مليان لبس. المشكله دي بتقابلنا مش عشان ان احنا ما عندناش لبس، اكتر من ان اللبس اللي عندنا مش بنعرف ان احنا نستخدمه او بنشتري الحاجات اللي احنا ممكن مش هنعرف نستخدمها. فانا النهارده هقول لكم على كذا نصيحه. الحاجات دي لو انتوا عملتوها دايما لما تقفوا في الدولاب هتعرفوا ممكن تلبسوا ايه. اول حاجه لازم تحطوها في بالكم ان انتوا عشان تحسوا ان انتوا عندكم دايما لبس كتير وان انتوا عندكم حاجه تلبسوها، مش شرط ان انتوا تشتروا لبس كتير، اكتر من ان انتوا تشتروا اللبس اللي تقدروا تستخدموه بكذا طريقه. فتعالوا اوريكم ازاي ان احنا ممكن القطعه اللي نشتريها نفكر فيها ازاي نعمل لها ستايلنج بطرق مختلفه. انا النهارده وصلي حاجات كتير من عند موتف، الكولكشن بتاعتهم الجديده اللي هي موتف افري داي شيك، وهي دي فكره الفيديو كلها، ان احنا ازاي نوظف اللبس اللي عندنا او اللبس اللي نشتريه بكذا طريقه. فهوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها لان هي حاجات حلوه جدا. طبعا الناس اللي عارفاني عارفه قد ايه انا بحب موتف، لان الناس اللي فعلا جربته هتقول لكم ان موتف الكواليتي بتاعته بتبقى حلوه جدا، التقفيل بتاعه بيبقى حلو، الموديلات بتاعته كلاسيك هتفضل قاعده معانا وقت طويل، فهتدفعنا ان احنا دايما ما نشتريش لبس كتير ونستخدم اللبس اللي عندنا في الدولاب. وطبعا انا بكون سايبه لكم كود الخصم بتاعي بيديكوا 15% خصم على الاوردر، وكمان بسيب لكم اكواد القطع دي في الوصف، ممكن ان انتوا تشوفوها لو عايزين تشتروا اي حاجه. اول قطعه هو البنطلون ده. البنطلون اللون بتاعه من الحاجات اللي طالعه ترندي جدا السنه دي، وهو اللون البيتش. غير كده البنطلون او اللون ده من الالوان النيوترال اللي هي ممكن تستخدموها على حاجات كتير لان هو مش لون وبعدين في حاجه شدتني ليه قوي ان هو من ورا في استك، فده هيخلي ان البنطلون يبقى مريح، والموديل بتاعه من الموديلات الكلاسيك العاديه خالص. طيب، من الحاجات اللي انا دايما بقولها ان انتوا لازم تستعملوا الطقم الواحد او القطعه الواحده تفكروا ان انتوا تستعملوها بكذا طريقه. فبنطلون زي ده مثلا هو الموديل بتاعه كلاسيك او الموديل بتاعه فورمال، بس احنا ممكن نستعمله بطرق تانية مش شرط فورمال بس. يعني مثلا الموديل ده ممكن قوي ان احنا نستعمله في الشغل على بليزر او على شيرت، وان احنا نستعمله في الشغل، بس في نفس الوقت ده ممكن على تي شيرت ابيض وسنيكر واخدناه ان هو يبقى حاجه كاجوال خالص، او ممكن حتى على تي شيرت بس نلبس هيلز ونقدر ان احنا نروح بيه الشغل في الصيف. حاجه من الحاجات اللي هتساعدكم ان انتوا دايما تحسوا ان انتوا عندكم لبس كتير وان اللبس كله تقدروا تستخدموه بطرق مختلفه، هو ان انتوا يبقى عندكم زي كالر باليت كده، او ان اللبس كله تحسوه الوان شبه بعض. فلازم ان انتوا الدولاب بتاعكم تحاولوا ان هو يبقى الالوان كلها بتليق على بعض، بحيث ان انتوا حاجه تستخدموها على قطعه تانية على قطعه ثالثه وتقدروا ان انتوا تطلعوا منها بافكار كتير. الحاجه الرابعه اللي تساعدكم برضو ان انتوا يبقى عندكم لبس كتير ان انتوا تشتروا سوتس. السوتس تشتروا البدله على بعض او تطقموا زي ما انا عامله كده البليزر مع البنطلون نفس اللون، هيخلي ان الاوتفيتس تقدروا ان انتوا تلبسوها فورمال، تقدروا تاخدوا البليزر ده وتلبسوه لوحده وتقدروا ان انتوا تلبسوا البنطلون لوحده، فيبقى عندكم افكار لبس كتير جدا. وكمان السوتس من الحاجات اللي بتبقى شيك قوي، برضو تقدروا تستخدموها في حاجه فورمال او تقدروا تستخدموها في حاجه كاجوال. ده انا مطقماهم على بعض، يعني البنطلون بيتباع لوحده والبليزر بيتباع لوحده، فانا مطقماهم على بعض. زي ما قلت لكم البدل من الحاجات اللي بتبقى مريحه جدا في اللبس لان هي بتبقى من اكتر الحاجات الفيرساتايل تقدروا تستخدموها بطرق كتير. موتف الجيب مقفول بس هو يعني المفروض يتفتح. برضو جبت البلوزه دي. البلوزه دي برضو من الحاجات اللي بتبقى حلوه جدا، سواء ان انا البسها تحت بليزرز في شغل او ان هي تتلبس على بنطلونات جينز او حتى على بنطلونات قماش. دي برضو تبقى حلوه قوي على البنطلون اللي انا لابساه. تعالوا قيسوا على البنطلون اللي انا لابساه، بس انا في حاجات تانية اصلا في الكولكشن كلها نقدر ان احنا نلبسها على بعض. فكرة ان انا جايبه الالوان كلها من الحاجات اللي بتليق على بعض وبتمشي مع بعض نفس الكالر باليت بتسهل عليا ان انا اقدر بعد كده اعمل ستايلينج. وكمان عندي قطع تانية في الدولاب نقدر ان احنا نستخدمها عليها يبقى شكلها حلو. هي دي البلوزة، او زي ما قلت لكم البلوزة دي من القطع اللي بتكون ناعمة جدا اللي تقدروا ان انتوا تستخدموها بطرق كتيرة، شغل كاجوال، كمان بتنفع في المصايف لو لبستوها على سكيرت مثلا هتبقى مناسبة برضو للمصايف. طيب، من الحاجات اللي دايما الناس بتسأل طب انا ازاي انسق القطعة دي او ازاي ان انا اعرف القطعة دي انسقها ازاي، من الحاجات اللي بتساعد جدا هو بنترست. يعني ابسط حاجة ان انا هكتب
مثلا سلك بلاوز او ساتن بلاوز، او ان انا اكتب مثلا بينك شيرت اوتفيت ويطلع لي الافكار اللي الناس عملت لها ستايلينج قبل كده. دي الحاجة اللي انا عايشة عليها، ان انا اكتب مثلا القطعة واشوف الناس لبست ايه واشوف الافكار دي ايه الحاجات اللي عندي زيها في الدولاب فان انا اقدر البس زيها. فده اللي بيساعد برضو ان اي قطعة عندك في الدولاب مش شرط وانتي بتشتري حاجات كتيرة، انتي افتحي الدولاب بتاعك اكتبي على بنترست how to style this واكتبي اسم الايتم. بس انصحكم ان انتوا تكتبوها بالانجلش لان بالعربي مش بيطلع لكم حاجات كتير على بنترست، لكن الانجليش تقريبا العالم كله بيكتب على بنترست الحاجات بتاعته او الكابشن بتاعته بالانجليش، فبتساعدكم ان انتوا تلاقوا الافكار دي. ندخل بقى على لون تاني بره الالوان بتاعت البيتشز، وبرده من الحاجات اللي طالعه موضه هو اللون اللبني ده. واللون اللبني ده بيبقى جميل جدا عامه في الربيع وفي الصيف. ودي برضو بلوزة ساتان تنفع قوي برضو للبنات اللي بتشتغل لان هي بتدي منظر فورمال، وكمان نقدر ان احنا نستخدمها في حاجات كاجوال. بصوا الزرار بتاعها نفس الزرار بتاع البليزر البيتش. تعالوا نقيسها نشوفها مع بعض. يا جماعه انا الحاجات دي كلها بتكون عندي موجوده في الستور اسراء سيني كلوزت، لو عايزين ان انتوا تشتروا اي حاجه من هناك تقدروا ان انتوا تشتروها، بتكون بسعر الموقع وحاجات كتير بيكون عليها كمان تخفيض. بصوا يا جماعه عشان الفيديو ما يطولش هنا قوي فانا مش هعمل الستايلينج في الفيديو ده، انا هوريكم ازاي ان انتوا ممكن كل قطعه من الكولكشن دي تلبسوها بثلاث طرق مختلفه، بحيث ان انتوا برضو تقدروا تطلعوا بانسبيريشن على الانستجرام، لان الانستجرام تقدروا ان انتوا تسيفوا الفيديو فترجعوا له في وقت تاني. ودي على فكره من الحاجات اللي بتساعد جدا ان انتوا تعرفوا ازاي يبقى عندكم لبس كتير، لان انتوا لو لقيتوا حد في الانستجرام لابس قطعه زي القطعه اللي عندكم في الدولاب، لتس سي انتوا عندكم بلوز زي دي وشفتوني انا عملت فيديو ازاي تلبسوها، تقدروا ان انتوا تسيفوا الطقم ده في الانستجرام وترجعوا له. او كمان لو في طقم عجبكم في الانستجرام وحاسين ان ده يناسب اللايف ستايل بتاعكم تسيفوه وتشوفوا الناس بتعمل لها ستايلينج بطرق تانية ازاي، وبعدين تنزلوا في المحلات تشوفوا حاجه شبهها. فدي من الحاجات اللي بتساعد جدا ان انت دايما يبقى عندك افكار لللبس. هي بلوزه سيمبل جدا كلاسيك جدا. انا البلوزات دي بحسها بتبقى اشيك لو دخلتها من جوه البنطلون، انا بحب الستايل ده. زي ما انتوا شايفين برضو دي لايقه على البنطلون، او ان انا البسها على بنطلون ابيض او على بنطلون اسود، بنطلون جينز مثلا وايد لاج واخليها حاجه كاجوال شويه، فتقدروا ان انتوا تلبسوها بطرق مختلفه. بعد كده جبت البليزر ده، هو نفس الموديل بتاع البليزر البيتشي او الخوخي ده. هو ده البليزر ده مقاسي بالظبط، فتحسوه ان هو اصغر من البيتشي التاني لان هو مظبوط عليا اكتر، بس هو ستيل موديله شيك قوي. دي بقى موديلات البليزرز الكلاسيكس اللي ما بتبطلش خالص، بس في نفس الوقت بتبقى حلوه قوي برضو لو حبينا ان احنا نلبسها بطريقه كاجوال. في الزراير بالرصاصي. بعدين عندنا بقى البليزر ده من الحاجات اللي طالعه برضو ترندي، هي التويد وبيبقى شكلها فخم جدا لان هي موديلات شانيل يا جماعه، فبتبقى حلوه قوي. تعالوا نقيس ونشوفوا. ده برضو من الحاجات اللي ممكن كمان تتاخد في ايفنت او نايت اوت لان هو فيه لمعه كده، ممكن ان احنا نلبسه عادي كاجوال. حلو جدا يا جماعه، شيك قوي. هو كرافد جميل كده، وبرده زي ما انتم شايفين هو لايق على البنطلون ده، وبرده يليق لو انا لبسته تحتيه البلوزه التانية، بس هو لوحده يبقى حلو على البنطلون اسود برده يبقى فخم جدا، او كمان على البنطلون الميتاليك. الحاجه السابعه بقى اللي انا عايزه اكلمكم عليها، سبعه اظن، هي ازاي يبقى عندكم لبس كتير ان انتوا ما تجيبوش حاجات ترندي كتير. يعني في حاجات كتير بتطلع ترندي بس هي ولا لايقه على اللايف ستايل بتاعنا ولا لايقه على لبسنا، وما ينفعش انها تتلبس في حاجات كتير وكمان هتبطل. بس القطعه زي دي انا استخدمت فيها اللون الرصاصي اللي هو من الالوان الموضه جدا، الموديل بتاعها كلاسيك فمش هتبطل. ادي الترند اللي انتوا تجيبوها، زي تويت جاكيت برضو من الحاجات الترند اللي انتوا تقدروا تجيبوه لان هو ترند كلاسيك مش بيبطل. فدي الحاجات اللي انتوا تجيبوها ترندي تقدروا تستخدموها على حاجات كتير، لكن في قطع ترندي انتوا بتبقوا عارفين ان انتوا مش هتقدروا تستخدموها على حاجات كتير وكمان هتبطل بسرعه قوي. هي دي السكيرت زي ما انتوا شايفين موديلها كلاسيك جدا، هي مفيهاش اي نوع من انواع الترند غير هو اللون. فزي ما قلت من الحاجات اللي انتوا دايما تستغلوها لما تيجوا تلبسوا ترند ان هي تبقى حاجه كلاسيك تفضل قاعده معاكوا، فتخليله تقدروا تستخدموها على قطع كتير لان لونها محايد مثلا، او ان الموديل بتاعها من الحاجات الكلاسيك
وكمان مش هتفضل معاكوا كمان سيزون، فانتوا كل سيزون هتضطروا تشتروا لبس جديد. بعد كده جبت بقى الجاكيت الطويل الابيض ده اللي هو من الاساسيات اللي في الدولاب. لو عايزين ان انتوا دايما تحسوا ان انتوا عندكم لبس كتير، لازم يبقى عندكم اساسيات الدولاب. البليزر الابيض، البليزر الاسود، الشميز الابيض، الشميز الاسود، البنطلون الجينز الفاتح، البنطلون الاسود. الحاجات دي لو عندكم في الدولاب تقدروا ان انتوا تستعملوا عليها حاجات كتير جدا، لان هي معظمها بتبقى حاجات نيوترال تليق على ستايلات كتير. ده على جينز هيبقى حلو، ده على لبس فورمال يبقى حلو، على سكيرت سودا تقدروا ان انتوا تستخدموها على حاجات كتير. بس كده جايز، لو عملتوا بالنصايح اللي انا قلتها لكم في الفيديو ده هتلاقوا ان انتوا دايما حاسين ان انتوا عندكم حاجات تلبسوها، وعمركم ما تمر عليكم لحظه انا ما عنديش هدوم البسها او ما عنديش حاجه البسها، لان اللبس بتاعكم بيليق على بعضه، واللبس بتاعكم تقدروا تاخدوه لمناسبات كتير جدا. فيا رب الفيديو ده يكون عجبكم وامتعكم. طبعا لو عجبتكم اي حاجه من الحاجات بتاعت موتيف هتلاقوها في صندوق الوصف تحت اللينكات بتاعتها، والديسكاونت كود برده موجود تقدروا ان انتوا تستخدموه عشان تاخدوا اكسترا ديسكاونت على الاوردر. و thank you so much ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو ده، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.